اهلا بيكم. ازاي تختار الكي بي ايز للكامبين بتاعتك؟ لو انت ميديا باير فانت اكيد عارف اهميه الكي بي ايز لاي كامبين بتشتغلها، بس لو انت مش عارف ايه هي الكي بي ايز وازاي تحددهم شوف الفيديو للاخر وهقول لك عليها. اولا الكي بي ايز هي مجموعه المؤشرات اللي بتحدد على اساسها اداء الكامبين اللي انت شغال عليها، وبتقدر تحكم من خلالها هل الكامبين تعتبر ناجحه ولا لا. طب ازاي تحددها؟ تحديد الكي بي ايز بيرتبط بشكل اساسي بهدفك من الكامبين اصلا. يعني مثلا لو هدفك من الكامبين هو الاويرنس او البراند جروث، يبقى الكي بي ايز بتاعتك هنا مرتبطه بشكل رئيسي بالامبريشنز اللي بتحققها. ولو هدف الكامبين هو الحصول على ليدز او بيانات العملاء المحتملين، يبقى الكي بي ايز هنا مرتبطه بمدى جوده الليدز اللي بتوصل لها واستعدادهم لاتمام الديل معاك. وبرضه مهم جدا عدد الليدز اللي بتوصل لها علشان فريق السيلز يقدر يشتغل عليها. وعشان تتاكد ان الكي بي ايز دي هتقدر تعتمد عليها بعد ما تخلصها، شاركها مع زمايلك في الشغل او اي حد هيشتغل على الكامبين، وحتى مع مديرك، عشان كل واحد يعرف دوره فيها بالظبط ويعمله، وعشان نقلل نسبه الخطا اللي ممكن تحصل بعد كده. مهم كمان جدا وانت بتحدد الكي بي ايز انك تعمل اناليسز للوضع الحالي، عشان تقدر بعد انتهاء الكامبين تقيم النتائج وتتاكد ان كل خطوه خدتها كانت صح. حاجه كمان لازم تعملها هي انك تحدد وقت ثابت بتختبر فيه اداء الكي بي ايز في الكامبينز اللي انت شغال عليها، يعني مثلا كل يوم او كل اسبوع، وده علشان تقدر تتابع اي تطور بيحصل عليها وبناء عليه تقدر تعمل تعديلاتك في الوقت المناسب. واخر حاجه هو مراجعه الكي بي ايز، ودي بتحصل على فترات بعيد علشان تقدر تحدد هل لسه الكي بي ايز دي مهمه ونقدر نستخدمها دلوقتي ولا راحت عليها. لو الفيديو ده كان مفيد ليك اعمل لايك وشير علشان غيرك يستفيد. دمتم بسعاده.